الجن عنده ريحة. الأساطير الأوروبية تقول لك إذا رحت المكان ولا كنت في مكان وشميت رائحة الشمع المحروق ولا ريحة لوفان اللي هو النبيذ ولا ريحة الحريق فهو يدل على أن المكان فيه جن، وهذا حقيقة تبقى أسطورة، على خاطرش كاين واحد الحاجة واسمها فونتوسميا اللي هي الهلوسة الشمية، وين يصرى هذا الاضطراب ويخليك تشم روائح ما كاينش في الواقع، وغالبا هذه الروائح واش تكون؟ ريحة حريق ولا رائحة عفن. الهلوسة هذه اضطراب قصير ثواني معدودات، لاخاطش إلا طولت تكون الكوزينة تاعك تحرقت سيداتي. ومنها كذلك تعلق الذاكرة الشمية تاعك بأماكن وبأحداث معينة، معناها كي تشم ريحة تتفكر أماكن وتتفكر أحداث معينة صارت لك. ما دام رانا نحكيو على العطور حبيت نقول لكم في اليونان القديمة في الإغريق قديما كانت النساء تسحرن الرجال بالرائحة، حرفيا كانوا يسحروهم بالرائحة. وكانوا الشعراء تاعهم الفلاسفة تاعهم يقولوا أحيانا لا نحتاج لرؤية المرأة، نحتاج فقط الرائحة تاعها. الرائحة تدل على الجمال ويمكن تصور كل شيء فقط من الرائحة. وكانت النساء اللي يديروا العطر ويديروا المكياج كانوا يسموهم الساحرات مثلا، في هذا المصدر تلقاها. أنا شخصيا لا أعتقد أن للجن رائحة، واللي عنده كاش دليل من الشرع يجيب لنا. ما إذا شميت ريحة عفن غير قلب روحك، ربما الأمور ماهيش في نصابها. وما إذا شميت ريحة النبيذ وأنت تعرف ريحة النبيذ أساسا فنبشرك راح تشوف أشياء في قبرك أكثر من الجن. وتهلا.